ملخصنا بيبدأ مع تشوان اللي بيحب زوجته لدرجة الجنون وبيكون عاوز يتملكها نيانغ اللي بتكون واقفة مع عامل الفني للغاز وبتضايق وبتهمها اللي هي كده بتخونه، فبيشدها من شعرها لما بتضايق من كلامه وبيقول لها اللي أنا نبهت عليكي ما تتكلميش مع أي راجل غيري، وبيفضل يضرب فيها وبيقول لها ده درس ليكي عشان تتعلمي بعد كده. وبعد كده بيفوق وبيفضل يحضن فيها ويعتذر منها على اللي هو عمله، وبتفتكر أول يوم جواز ليهم لما كانت مفكرة إن الدنيا بتضحك ليها خلاص. وبعد كده والدها بيكلمها وبيكون مريض قلب وما بتقدرش تقوله على أي حاجة من اللي بتحصل معاها، لكن والدها بيقولها اللي هي لازم تسيطر على غضبها وعلى تصرفاتها. وبنرجع للماضي وبنعرف إن تشوان بيراقبها حتى وهي في الحمام وبتشوف الكاميرا وبتروح تزعقله وإزاي يعمل كده، لكن هنا بيقولها إن هي ملكه وكل حتة في جسمها ولازم يعرف هي بتعمل إيه ويشوفها في كل مكان. فبتمسك المقص وبتهدده اللي هي ممكن تقتله لو فضل يعمل معاها كده، فبيشوف والدها جاي فبعور نفسه بالمقص. وبيظهر نيانغ على طول قدام عيلتها إن هي اللي مش بتقدر تسيطر على غضبها وإن هي اللي على طول بتأذيه وإن هو مسامح الراجل. وبعدين بنعرف من والدها إن بنتها طالبين ولي أمرها لأن طريقتها عنيفة مع زمايلها، وبنعرف إن هي طريقتها عنيفة كده لأن والدها بيضرب مامتها على طول قدامها واللي يغلط لازم يتعاقب. وهنا نيانغ بيتقرر اللي هي تهرب هي وبنتها، وتشوان بيكون شايفها في الكاميرات إن هي نايمة في غرفتها، لكن لما بيرجع البيت ما بيلاقيهاش وبتكون عاملة له خدعة، لكن بيقدر يروح قبل ما هي تسافر وبيلحقها وبياخدها معاه البيت، لكن لما بياخدها بيفضل يضرب فيها وبتفضل تترجى ان هو يسامحها وان هي ما هتعملش كده تاني خلاص، لكن بيقولها اللي هي لازم تاخد درس عشان ما تفكرش ان هي تعمل كده تاني، وبيربط ايديها بالحزام في السرير وبيجيب عصاية الجولف وبيفضل يضرب فيها لدرجة بيعمل لها كسور في رجلها وما بتقدرش تقف على رجلها تاني وبتفضل قاعدة على الكرسي. وبهددها ان هي ما تقولش حاجة لأهلها زمانهم جايين اللي هينشر صورها على المواقع التواصل الاجتماعي، ولما أهلها بيجوا مش بتقدر تتكلم كمان لأن والدتها مريضة وبتقولهم إن هي وقعت من على السلم وإن هي هتقعد فترة على الكرسي. هو بيرفض إن والدتها تقعد تعتني بيها الفترة دي وبقول لهم إن هو هيجيب لها شغالة وإن هو هيعتني بيها، والشغالة دي بيكون إيلي، وإيلي دي اللي بيخونها معاها برغم إن هو بيحب زوجته جدا. ونيانغ أول ما بتيجي بتشوف إيلي وبتفتكر يوم زفافهم لما إيلي إجت وهي سكرانة وفضلت تقوله أنت ليه هتتجوز واحدة تانية، أنت المفروض تتجوزني. وبتفضل تحضن فيه وهو بيقول لهم إن ديت بنت قريته وإن هي سكرانة بس شوية، فبتعرف إن هو جايب عشيقته عندهم في البيت وإن هي اللي هتعتني بيها الفترة دي وهتعيش معاهم. ونيجي لبالليل لتشوان وهو نايم لما بيشوف كابوس مرعب في حياته، ولما دخل على حبيبته السابقة ولقاها نايمة في حضن راجل تاني، وبسبب ده حصل عنده عقدة نفسية وكمان قتلها وخلص عليها. وهنا بيفوق من الكابوس وبيصحى وبيكون مش شايف قدامه وبيمسك نيانغ وبيفضل يضرب فيها ويخنق فيها، وبسبب كده بيكون شايف ان كل ست خاينة وان هي لو وقفت مع راجل تاني بتبقى بتخونه، وإلي بتيجي وبتشوف كل اللي بيحصل وبيفضل يضرب فيها. وبعدين بيحس بهبوط وأول ما بيفوق من اللي هو فيه بيحضنها وبيعتذر منها. والصبح بيكون مع إيلي وبيكون رومانسي جدا معاها، وبعدها بيروح الشغل ونيانغ بتكون كانت شايفة كل اللي بيحصل، وهي بتفطر بتطلب من إيلي إن هي تساعدها في إن هي تهرب، وإن هي شافت إيه اللي حصل معاها ليلة امبارح وإن هي عايزة تمشي، لكن إيلي بتكون خايفة إن هي تساعدها، لكن بتحاول إن هي تغريها بالمجوهرات وبتقولها لو ساعدتيني فده كله هيكون ليكي. فبتوافق وبتلملها هدومها وبتاخدها للخارج، لكن بتتفاجئ بسيارة تشوان، وبنعرف إن إيلي كلمت تشوان وعرفته بكل اللي حصل، لكن نيانغ بتشغل مخها وبتفضل ماسكة إيديها وبتحاول إن هي توقع نفسها من على الكرسي وكأن إيلي هي اللي موقعاها، وده كله عشان تقدر تنقذ نفسها، وبتقوله إن إيلي هي اللي عايزة تخرجها من البيت غصب عنها وخدت كمان المجوهرات بتاعتها، فمش بدي فرصة لإيلي إن هي تتكلم وبيجي ضاربها وبحذرها إن هي تقرب من نيانغ تاني وإن هي لازم تخدمها زي ما هو بيقولها.
ولكن بعد كده بياخدها غرفتها وبيسرح لها شعرها وبيهددها إن هي تفكر إن هي تهرب تاني وإن هو عارف كل حاجة. وإيلي بتكون واقفة برضه وهنا بيجي عشان يقرب منها وكل مرة بتكون رافضة، لكن بيتفاجئ إن هي ما عندهاش مانع وإن هي اللي بدأت وبيكون عنيف في كل حاجة. وبعدها بيروح يلاقيها بتجهز له الأكل وبتكون حابة اللي هي تجهز له الأكل بإيديها. فهنا بيروح يقضي وقت كويس جدا مع إيلي ورا المطبخ، ونيانغ بتحط لهم دوا في الشوربة وبتطلب من إيلي إن هي تقعد وتشاركهم في الأكل. وبعدين بالليل بيحس بتعب وبيكون الدوا ده منشطات جنسية، ونيانغ بيكون صاحية وهو بيروح يشرب مية وبيلاقي إيلي واقفة ورا باب التلاجة ومستنياه ونفس الحالة. فبيكون مش قدامهم طريق تاني، لكن نيانغ بتكون عاملة كده عشان تصورهم ويكون معاها دليل، وفجأة بيسمع صوتها وهي بتنادي عليه. فهنا إيلي بتقوله هو أنت خايف من واحدة قاعدة على كرسي؟ وبعدين بيجي خانقها وبتضايق منها وبقول لها إن هي ما تتكلمش عليها كده تاني وإن هي تخرج ليها، وتقول لها نتشوان في الجنينة. وبعد كده بيجي من الاتجاه التاني بيقول لها إن هو كان حاسس إن هو تعبان وخرج لبره. وتاني يوم إيلي بيكون عاوزة تختبر نيانغ، بيكون شاكة فيها أو حاطة فازة فوق المكتبة، ونيانغ بتاخد بالها وبتفهم فبتزق المكتبة. وبنرجع كده لورا وبنعرف إن نيانغ لما أي حد بيأذيها بالغلط بس تشوان بيتنرفز جدا وبيفضل يضرب فيه ويطحن فيه. فهنا بتعور نفسها بالفازة لما بتقع وبتكون قصد ده كله. فبيروحوا ضارب إيلي وبقول لها ازاي تتجرأ وتعمل خطأ زي ده ونيانغ تتأذي، وبيداوي لها جرحها وبكون خايف عليها، لكن هي بتبص بصة غريبة لإيلي. فإيلي بتفهم كل حاجة وبتاخد تشوان وبتعرفه بكل حاجة، وإن بعد ما شربوا الشوربة كانت هي حاطة لهم حاجة فيها. فأنا بستناها لما هي بتنام وبياخد التليفون وبيلاقيها مصورة لهم فيديو وبيعرف إن كلام إيلي صحيح، فبيقرر اللي هو يخنقها ويخلص عليها. فهنا أول ما بيخنقها بتفقد الوعي وفجأة بترجع تاني وتفوق، وبقول لها انت اللي بتخليني أعمل كده معاكي، انت ليه عاوزاني أكون على طول شرير كده؟ وبيقرر اللي هو ينزل يضرب فيها. وتاني يوم إيلي بتشوفها بتقول لها ايه ده؟ فنيانغ تقول لها مش عاوزة جو الصعبانيات ده وانا عارفة كل حاجة ما بينكم، ليه مش بتساعديني اللي انا اهرب بعيده واللي انت تفضلي معاه؟ فبتقول لها ما اقدرش اتحدى خطوطي معاه لان هو شخص متعور وهيعمل فيا اكتر ما هو بيعمل فيكي. وبعدين بيرجع من الشغل وبيجيب لها سلسلة كاعتذار عن اللي حصل، وبقول لها إن في مؤتمر كبير هينقل الشركة في حتة تانية، وإن هو عاوزها تكلم صديقتها لأن هي عارفة مستثمرين كتير اللي كانت شغالة في الشركة قبل كده عشان تساعده. فبتكلم صديقتها وبتيجي فعلا عشان تشوفها، وهو بيكون قاعد من بعيد بيراقب كل اللي بيحصل وكمان معاها على خط التليفون عشان يعرف كل اللي بيتقال. وبتقعد وبتشكر لها في تشوان جدا وإن هو كويس جدا معاها. فبتلاحظ الكدمات اللي في جسمها وبتسألها عنها، فبتقول لها إن هي وقعت من على السلم عشان كده في كدمات في جسمها وإن هي قاعدة على الكرسي وإن تشوان بيهتم بيها جدا. فبتطلب منها إن هي تساعد تشوان وتجيب له مستثمرين، فبتوافق. وبعدين بتطلب منها إن هي توديها في ممر، وإن هي الممر ده بيكون ليها ذكرى صعبة جدا فيه، وتشوان بيكون بيراقب كل اللي بيحصل ومتضايق. وبنعرف إن تم الاعتداء عليها في الشارع ده، وتشوان هو اللي إجا ونقذها. وهنا بعد ما اتجوزوا كان بيوعدها إن مفيش أي خطر هيجي جنبها. وبعد ما صديقتها بيطلب من البنت اللي هي تطلع على غرفتها وبياخد نيانغ على الغرفة وبقول لها انت ليه رحتي المكان ده؟ عايزة تفتكري اللحظات الحلوة اللي كانت بينك وبينه؟ وبيفضل يكلمها وبغيرة جدا وبيتملك وبيفضل يضرب فيها بعنف. فإلي بتروح تجيب البنت وبتخليها تشوف والدتها وهو والدها بيضربها. فهنا بيروح لبنته وبقول لها ان هو بيساعد والدتها لما وقعت من على السرير وان هي ما تخافش وان هي تروح غرفتها تاني، وبينبه على إيلي ان هي ما تفكرش بالطريقة دي تاني عشان ما يعلمهاش درس هي كمان. ونيانغ بتكون عايشة في كابوس حرفيا، وإيلي الباب بخبط ومش بتلاقي حد، وفجأة حد بيضربها وبتفقد الوعي، وبيكون ده الشخص اللي اعتدى على نيانغ وبتقوله انا كنت مستنياك النهاردة اللي انت تجيلي. وبنعرف ان هو كان مسجون وان كان ميعاده يخرج من السجن، وعارفة ان هو كان هيجي لها. وبقول لها ان انا ما كملتش مهمتي المرة اللي فاتت واتسجنت ظلم، لكن انا جاي المرة دي عشان اكملها. وهنا لما بتبعده عنها فبيضربها. وبقول لها اللي هو السجن ظلم بسبب تشوان وان والدته اتوفت وهو في السجن بسبب الزعل عليه، وان تشوان هو اللي اتفق معايا على ان انا اجي واعتدي عليكي في الشارع ده وهو يظهر في الوقت المناسب، لكن هو غدر بيا وسجني. فبتسلم نفسها ليه، وفجأة تشوان بيجي وبينقذها منه وبيقتله.
وبعد كده بيطلب منها اللي هي تهدى وهو هياخده بكل بساطة هو وإيلي ويدفنوه في الجنينة. وبعد ما بيخلصوا دفنه بيجي بيقول لها انتي ليه تعبانة كده ووشك مشحوب؟ لا ده انتي إيلي تاخدك بكرة على المستشفى عشان نطمن عليكي. وتاني يوم إيلي بتاخدها المستشفى وبتطلب من إيلي إن هي تجيب لها إزازة مية، فإيلي بتروح وهي بتدخل للدكتور لوحدها، والدكتور ده بيكون جينان بيكون صديقها وبنعرف إن هو أصلا بيحبها من زمان. وبعدين إيلي بتيجي وبعدين بيعمل لها التقرير بتاعها وبيديهولها، لكن وهي ماشية بترميه على الأرض. وبعدين في البيت في نفس اليوم بالباب بخبط بتروح تلاقي جينان وجايب لها التقرير وبكون عارف العنوان بتاعها من التقرير. وتشوان بيجي وبيشوفه معاها من بعيد وبيتضايق جدا والغيرة بتاكله، فيقرر المرة دي إن هو يغير طريقته ويخوفها بطريقة الطبراية وهو عمال يقطع فيها زي الجزارين كده. وهنا بتخاف منه وبتقوله إن الدكتور جينان إجا وجاب لها التقرير الطبي لأن هي نسيته في المستشفى، وإن طلع هو صديقها وإن هي عارفاه من زمان بس ما تعرفش إن هو كان في المستشفى. وبعدين بالليل بيكون عاوز يقرب منها لكن هي بتمانع وبتقوله إن هي تعبانة، وبتكون قصده كده لأنه عارفاه هيروح لإيلي، وبيروح فعلا لإيلي. وإيلي بتكون محضرة الفطور لكن بتحس مرة واحدة بتعب وبتروح ترجع في الحمام وهو يروح وراها. وهنا بتقوله انت خايف ان انا اكون حامل ولا ايه؟ فبقول لها لازم تتأكدي وتروحي المستشفى او تعرفي على طول، ومش عاوز اي كلام في الموضوع ده لما تتأكدي. وبعدين هنا نيانغ بتقوله هي مالها، انا كنت عاوزة اقول ان هي حامل بس اللي انا اعرفه ان هي مش متجوزة. فبقول لها لا يا حبيبتي هي بس تعبانة شوية. وبعد كده بتروح المستشفى هي، وهنا بتقرر ان هي تلبس القناع بتاعها وبتروح على المستشفى إيلي وبتعرف ان هي حامل. ونيانغ بتروح المستشفى وبتخبط في إيلي عشان تشوف التقرير وبتعرف ان هي حامل وبتفرح بالخبر ده ما بيهمهاش. وبعدين بنشوف إيلي بتعرف تشوان ان هي حامل، وتشوان بيقول لها ان الخبر ده مش جاي في وقت خالص، لكن بتقول له اللي في بطني ده زي بنت نيانغ وما تفكرش اللي انا هنزله، وبوافق ان الحمل يكمل. وبعدين تاني يوم بيبص كده نيانغ بيقول لها ان مشروع الشركة ده هينقلها في حتة تانية، والشركة دي بتكون اصلا لوالد نيانغ عامة. وبعدين الدكتور جيان بيجي وهنا بيفحصها وبيعرفه ان هي مش تقدر تمشي على رجليها دلوقتي خالص وقدامها على الاقل شهر. او اللي بتكون مشتاقة لشوان وبتقوله ان هي عايزة تقضي وقت معاه، فبقولها اول ما نيانغ تخلص علاجها فهناخد احنا الاتنين اجازة سوا ونسافر للخارج. فبتروح لإنيانغ وبتعاند فيها وتلميح كلام كبير وتحط ايديها على بطنها وبتعرفها ان تشوان مش حبا فيها قاعد معاها ده بس عشان يستولى على شركتها، او بيكون مستولى على كل حاجة لدرجة ان هو عامل مصروف شهري لعائلة إنيانغ. وإنيانغ بتحط حاجة في مشروب إيلي وإيلي بتشربه لأن هي حامل ولازم تتغذى، لكن بتحس بتعب وبتفقد الوعي وبتروح المؤتمر. والدكتور جيان بيكون موجود لأنه من أحد المستثمرين لأنه عنده بزنسه الخاص بعيد عن الطب. وهنا نيانغ بتقابل تشوان وبتصطدم فيه فبيعرفها. وبعدين بيروح هنا على المايك ويتكلم عن زوجته وعن النهاردة يوم مميز لأن الذكرى السابعة لجوازهم، وبيشغل فيديو لزفافهم وإن هي أجمل حاجة في حياته وإن هي اللي بتديله الدعم والقوة. وهنا بتحس بقى إن في حاجة غلط وبتقرر اللي هي تمشي، لكن هنا بقول لها رايحة فين يا حبيبتي؟ تعالي هنا الضيوف عاوزين يشوفوكي. هنا بيكون ماسكها وبيكون كاشفها وبقول لها ان هي ما تتحركش لان اهلها جايين دلوقتي، وتتعامل بطريقة لطيفة جدا عشان ما حدش يحصل لهم حاجة. وبيشكرها على حضورها المميز ده لانه هيرفعها، وبنعرف ان هو عارف ان هي بتتحرك من الكاميرات اللي كان حاططها في الغرفة. وبينزل على رجليه وبيقدم لها خاتم للذكرى السابعة لجوازهم. هنا ببصها وبكون رقيق جدا معاها وبقول لها ان إلي هتيجي تاخدك تروحك البيت، وإلي بتكون موجودة وبعمل لها باي باي. وإلي هنا بتاخدها وبنعرف ان إلي عارفاها ان هي اللي قابلتها في المستشفى وعارفة كل حاجة، فبتضربها بتقول لها اللي انت بقيتي زي الحاجة التالفة اللي ملهاش اي ستين لازمة، واللي انت مجرد سلم هنوصل بيه للي احنا عاوزينه. وبتفضل قاعدة بالليل وخايفة لا يجي يضربها، لكن بيجي يقول لها اللي انت عملتي ده كله عشان بس اللي انت تقدري تهربي منه وتتخلصي مني. فبتقول له ايوه انت جايب إلي هنا وهي عشقتك وكمان خليتها حامل في طفلك، واللي انت على طول بتعاملني بكل قسوة، قول لي ان ده كله مش حب واللي انت عاوز تتخلص مني واللي انت عاوز ممتلكاتي. فبقول لها احنا مش هينفع نتطلق دلوقتي عشان في شوية شغل في الشركة لازم اخلصهم، وبعدين اوعدك اللي انا هوقع اوراق الطلاق. فإلي بتكون سامعة ده كله وعاوزة تحتفل، لكن بقول لها ان الست دي هي اول واحدة حبها ومستحيل يحب حد غيرها حتى لو ماتت.
وبعد كده بنلاقيه تاني يوم بيجهز لها الفطار وبيكون لطيف جدا معاها، لكن هي عارفة إن كل كلامه ده إن هو مجرد خدعة وفي حاجة في دماغه وعاوز يوصل ليها. وهنا بترفض إن هو يقرب منها، وبعدين بتقوله إن هي هتطلع تتمشى شوية. وهي بتتمشى بتلاقي الدكتور جيان جاي ناقذها من عربية كانت هتخبطها وهي مش واخدة بالها، وجوان بيكون مراقب كل حاجة وبغير جدا. وبنعرف إن جوان إن هو أصلا بيحبها جدا ونفسه بيتمنى إن هي تكون ليه في يوم من الأيام. وبعدين بترجع على البيت بالليل بتلاقيه مجهز لها الغدا وكمان جاب لها مشروب وبتشرب منه شوية كده. وبعدين وهي بتاكل بيقول لها إن هو هيخلص أوراق الطلاق وهيعمل لها كل حاجة، بس عاوز يسيب ذكرى حلوة ما بينهم قبل الطلاق. وفجأة بيغمى عليها، وبعدين بيمسك الخاتم وبيقول لها انت اللي اضطرتيني اللي انا اعمل كده بسبب عمايلك، واللي انت هتروحي لواحد غيري، انا مش عاوزك تكوني مع حد تاني. وبعدين بنشوف ليلي بتكون شارية وثيقة تأمين على حياة إنيانغ، وبيزعق عليها بيقول لها ازاي تعملي كده، انت كده هتعرضينا للخطر بعد ما هي تموت. وبكون عاوز يتخلص منها عن طريق دواء، وبكون خايف ان الوثيقة دي تكشف امرهم بعد ما هي تتوفى، فبتقوله ان احنا هنحصل على فلوس كتير بعد وفاتها ولازم نستغل الفرصة دي، وان دي هتكون مخاطرة بسيطة قصاد الملايين اللي احنا هناخدها. وبقضي وقت جنبها ورينيانغ بتكون فايقة وبنعرف ان هي رجعت المشروب في المنديل. وبعدين بتصحى تاني يوم بتلاقي تشوان جاي ومستنيها لما تفوق وجايب لها الحليب عشان تشربه، لكن بتكون ظابطة المنبه وبيضرب وبتقوله ان ده والدي هو اللي بيتصل. وبعد ما كلمه هشرب الحليب، فبتدخل وبتكب الحليب. وبعدين بنشوف إيلي وبنلاقيها تعبانة وبتدخل الحمام ومعدتها بتكون تعباها جدا، ونيانغ بتطمن عليها وبنعرف ان نيانغ حطلها حاجة في المشروب. وبعدين بالليل بنلاقيها بعتة رسايل لتشوان وبتعرفه ان بطنها تعباها. وتاني يوم بيروح لنيانغ بيجيب لها الحليب، ونيانغ بتضطر اللي هي تشرب حبة قدامه، وبقول لها اللي انا ببقى سعيد وانا جنبك، وبقرب منها لكن هي بتمنعه. وبعدها بيمشي وهي بتروح تستفرغ كل الحليب اللي هي شربته، لكن إيلي بتكون تعبانة جدا وبتقع من طولها وبتفقد الوعي. وبعدها بتفوق وبتلاقي نفسها في السرير، ونيانغ جايبة الدكتور جيان اللي بيقول لها في خطورة كبيرة جدا على حياتها بسبب دواء معين هي بتاخده. فهنا بتشك على طول في جوان وان هو عاوز يتخلص منها، وبتستناه لما بيرجع وبتكون محتفلة بيه وبتكون مش مبينه له اي حاجة. وبعدين بيروح الحمام فبتدور في الجاكيت بتاعه بتلاقي علبة الدواء، فبتعرف بقى ان جوان عاوز يتخلص منها، فبتكون عاوزة تتغدى بيه قبل ما هو يتعشى بيها. وبعد ما بيخرج على الشغل بتخرج وراه، وبعدين بتروح لجدتها وبتسألها على الحاجة اللي هي عيناها معاها بقالها فترة، وبيكون CD وبتاخده. بتروح وتشوان بيجي بيقولها كنت فين، فبتقوله أنا كنت في السوبر ماركت ويلا عشان أجهز لك الغدا. وبيكون شاكك فيها وبيكون عارف إن هي مخبية حاجة عليه. هو اللي بتدخل الغرفة وبتاخد هدوم الغسيل، لكن بتلاقي وثيقة تأمين، فبتعرف إن تشوان هيغدر بيها وهيخلص عليها هي، فبتقرر اللي هي تفضحه. وبالسي دي اللي معاها اللي هي مصوراه وهو بيدفن الولد في الجنينة، وبتقول أنا مش شخصيتي ضعيفة زي نيانغ زي ما هو مفكرني، لكن نعرف إن نيانغ الوثيقة دي فاضية وإن هي عاملة ده كله عشان يشكوا في بعض وهم يخلصوا على بعض بإيديهم. وبتروح تفضل تدور على CD بنلاقي جوان جاي وماسكه وبقول لها ما كنتش أعرف اللي انت دماغك شغالة وبتصوريني وعشان تهدديني في يوم من الأيام، لكن أنا مش هخلي واحدة زيك تكون حياتي بين إيديها. وبيخنقها لعندي لما بتموت. وبعدها بيتأكد إن هي ماتت وبيجيب الشنطة وبحطها فيها عشان يقدر يخرج بيها من المنزل ويتخلص من جثتها. لكن بالليل وهو نايم بيفضل يحلم بكوابيس وإن هي جايله عشان تنتقم منه وفين العهد اللي كان ما بينهم وإن هو غدر بيها. وبيفضل شايف الكوابيس دي وبفوق بالليل وبيخاف جدا وبيفضل يطلب من نيانغ إن هي مش تسيبه. وتاني يوم نيانغ بتديله الدواء بيكون حرارته مرتفعة أو بياخد منها الدواء وبينام، لكن بيجيله هلاوس كتير وبيسمع صوت إيلي عمالة تضحك في كل مكان وبيكون مش شايف كويس. وفجأة بيلاقي الدكتور جان والإيلي مع بعض، وبعد كده بيشوفهم قاعدين في وضع طبيعي. وبعدين بيروح يفضل يضرب في نيانغ بإن هي ليه بتتكلم مع شخص تاني وإن هو منبه عليها وإن هي واحدة خاينة، لكن الدكتور بيبعده بعيدها. وبعدين بيقول لها انت ليه مش بتطلقي منه، فبتقول له انا خايفة اتطلق عشان بنتي وعيلتي. هو بيجي حاضنها بيعرف قد ايه هي عايشة في رعب وخوف مع شخص زي ده. وبعدين بيفوق وبيكون مش فاكر اي حاجة حصلت وبيسألها عن الجرح، فبتقول له ان هي وقعت من على السلم. وبعدين بتديله العلاج واهلها بيجوا
وبيسألوها عن تشوان فبتقول لهم إن هو كويس وبيجي وكوباية المية بتقع منه وبيدوخ، وفجأة بيلاقي إيلي قدامه وإن هي عمالة تضحك وتقول له أنت خنت العهد، وبينزل ضرب في نيانغ، ونيانغ بتقول له أنت ليه بتعمل فيا كده على طول، وبتفضل تتكلم عن الحاجات اللي هو بيعملها فيها. فأهلها هنا بيشوف كل اللي حصل وبيقول احنا لازم نطلقك منه، وازاي مش كنا بنصدقك وبنصدقه هو. وهنا بتكون هي كده ماشية في طريق الانتقام، وبتكون كمان مصوراه وهو بيدفن الولد في الجنينة، وكمان نشرت الفيديو ده، وبتكون الحكومة بتدور عليه وإن هو مختفي بقاله فترة كبيرة ومحدش يعرف هو فين. وبتكون معاها بنتها، وبعدين جيان بيجي وبعرفها إن بنتها اختفت مرة واحدة وما يعرفوش هي فين. فهنا بتعرف إن جوزها هو اللي خطفها، وفعلا بيرن عليها وبيقول لها تجيله في الكنيسة اللي هما اتجوزوا فيها عشان تشوف بنتها تاني لو هي عاوزة. وبتروح على الكنيسة، وبيكون الكنيسة دي اللي اتجوزوا فيها، وبيقول لها انت اللي وصلتينا لكده وان النهاية من صنع ايديها. فهنا بتعرفوا ان هي اللي كانت بتحط الدواء لإيلي في المشروب، وان هي اللي حطت علبة الدواء في الجاكيت بتاعه، وان هي عملت ده كله عشان يشكوا في بعض وان هم يخلصوا على بعض في الاخر. فبقول لها طب انا دلوقتي ما ينفعش اشوفك مع راجل تاني ولا اسيبك لحد غيري، وما ينفعش اموت نفسي واسيبكم لان انا هشتاق ليكي وهشتاق لبنتي، فاحنا التلاتة هنموت سوا. فبتفضل تاخده على قد عقله، واللي هي هتفضل معاه لما تقدر تخلص بنتها من تحت ايده. وفجأة جيهان بيجي ومعاه الشرطة، فهنا بيجي ماسكها وحاطط السكين على رقبتها وبقول لها مش ده عشيقك اللي انت عاوزة تكوني معاه، فانا مش هسمح ليكي تكوني مع واحد غيري. فبتقول له انا مستعدية ان انا اموت معاك دلوقتي، بس عاوزاك تفتكر ان انا حبيتك قد ايه، لكن انت اللي عملت كده وخليتني اكرهك. فبيجي سايبها وبقول فعلا انت حبيتيني، لكن انا اللي دمرت حياتي بايدي، وكان نفسي يكون عندي حياة تانية عشان اقدر اساعدك فيها، لكن للاسف ما عادش في فرصة تانية، وانا اللي ضيعتك من ايدي، انا اسف. وبيجي يقتل نفسه. ونيانغي كانت شايفة ان تشان هو حياتها المستقبلية وكل حاجة ليها، وان هو كان حب عمرها، لكن هو فهم الحب بطريقة خطأ، وان هي كده قدرت ان هي تتحرر منه، وان رجعت لحياتها الطبيعية. وكده تكون خلصنا ملخصنا، مع السلامة.